مساء الخير على احلى واجمل متابعين اللي دايما في قلب منورين حبايب قلبي. النهارده جايه لكم باحلى واجمل صينيه سمك. سمك في الفرن، ولا هنحتاج نقلي ولا هنحتاج نشوي ولا هنوجع قلبنا. 5 دقايق وهتلاقي نفسنا اتغدينا احلى غدا. يلا بينا، هنسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض ونشوف عملنا صينيه السمك الجامده الجميله اللي كانت قلب الدنيا وقلب العماره. اليوم اللي بعمل فيه سمك العماره كلها بتتقلب يا جماعه، العيال بيشموها من تحت، من الداخله، من مدخل العماره. هنا انا عندي السمك مقطعاه، مقطعه ظهره من ورا زي ما انتم شايفينه كده، ومنضفه قلبه ومخليه ابيض كده وزي الفل، ومظبطاه منقعينه في ملح طبعا. ركناه على جنب. هلم الطبقه والهسه اللي انتوا شايفينها دي ونبدا بسم الله. يلا بينا بقى نعمل التتبيله الحلوه بتاعتنا. هنا انا عندي بصلتين كبار، طبعا مالكيش دعوه بالكميه، على حسب الافراد اللي عندك وعلى حسب الكميه وعلى حسب اللي موجود عندك. هنا عندي 3 طماطميات مقطعاهم مكعبات. هنا عندي قرن فلفل احمر، قرن فلفل اصفر، ومقطعه شرايح. هنا عندي جزر مبشور. تمام تمام. اي حاجه من الحاجات اللي احنا حطيناها دي مش موجوده مفيش اي مشكله، ما تقفيش على اي حاجه، اللي موجود عندك حطيه. هنا عندي بقى فلفل حراق، لازم طبعا صينيه السمك دي التتبيله بتاعتها تبقى مشطشطه وانت بتاكلي وتلاقيها حراقه. اللي عاجبه في العيال ياكل واللي مش عاجبه يقوم، انا ما بعرفش اكلها الا حراقه. هنا بقى الليمون بتاعي لازم اعصره. انا هنا حاطه ايدي بحيث ان انا اخد البذر في ايديا، بس لقيت نفسي هتشال، رحت لا مش مشكله، هدوس على ايديا كده وهعصره، مش مشكله البذر مفيش اي مشاكل فيه. هنام جنبك يعني. يلا كده بقى احنا عصرنا الليمون بتاعنا كله، هنسيبه على جنب عشان هنعوز القشر برضه وهنحطه في الصينيه، مش هنرميه. هنا التتبيله بتاعتي ده السر الاساس دوت، انا ما عملتوش معاكم عشان انا مجهزاه وحطاه في الفريزر. عباره عن فلفل احمر، فلفل اخضر، عباره عن توم، عاملاهم في الكبه ومجهزاهم في برطمان وحطاهم في الفريزر. هنا عندي بقى ايه؟ بهاراتي: كزبره، بابريكا، ملح، كمون، فلفل اسود. برضو لو اي حاجه مش موجوده من الحاجات دي الغي، مفيش اي مشكله، ما تقفيش على اي حاجه. انا عن نفسي ما بقفش على اي حاجه، حتى لما باجي اصور معاك لو لقيت حاجه ناقصه ما ببعتش اجيبها، مش مستاهله، مش موضوع، مش هنقف على الاكل يعني. هنا بقى نقلب توابلنا وبهاراتنا وخضارنا، هنديله كده، يعني بصراحه عامل زي طبق السلطه كده يعني، كان ريحه وطعم بصراحه وجمال. هركنه على جنب. حبايب قلبي بقى اللي متابعيني يكتبوا لي، يعملوا لي اللايك، اهم حاجه يحطوا لي لايك، او هم بيتفرجوا عليا كده ما ينسونيش في اللايك عشان يرفع الفيديو. وحبايب قلبي يكتبوا لي كومنت حلو ويدوا لي دعوه حلوه، ولكم مثلها يا روح قلبي. هنا عندي بقى بطاطس. لو الخطوه دي عايزه تستغنى عنها، موضوع البطاطس مفيش اي مشكله فيه، ممكن تشيليها. انا بقى حبيت اريح نفسي اليوم دوت، وعايزه ايه، ما ادخلش المطبخ على العشاء، عايزه الاكل ده هقسمه على العشاء والغدا، خلاص خلصت. همسك السمك بتاعي كده واديله تتبيله حلوه. اهم حاجه طبعا تفتحي ظهره كده وتتبليه عشان يبقى طعمه حلو، ما يبقاش الظهر كده ما فيهوش توابل، ما يبقى طعمه مش حلو، لا لازم تتبليه كده، وتحطي فيه الفلفل والثوم والحاجات الحركات اللي احنا حاطينها دي، بتدي ريحه وطعم، بجد بتفرق. جربي كده انك تقطعيها في ظهرها، هتفرق جدا في طعمها. هعمل الكميه دي كلها عشان ما اطولش عليكم، وهحشي السمك بتاعي كله وهرجع لكم تاني. هنا بقى انا كنت حشيته كله، هركنه بقى على جنب، وهنجيب بقى الصاج بتاعنا الحلو بتاع الفرن، وهنزل بالبطاطس. طبعا انا عملته كذا مره من غير بطاطس، كان تحفه تحفه تحفه. عايزه تحطي بطاطس حطي، عايزه تستغنى عن البطاطس مفيش مشكله. انا هنا قلت لكم مش عايزه ادخل المطبخ تاني النهارده، انا عملت الصينيه دي عشان ما ادخلش المطبخ تاني. هنا نزلت بالبطاطس بتاعتي بقى واسويها. حبايب قلبي اللي بيتفرجوا على الفيديو ما بيعملوش اشتراك ليه؟ بينسوني دايما ليه؟ وبيتفرجوا على الفيديو وبينسوا اللايك ليه؟ يعني انا بقى تعبانه واعمل الفيديو واقعد اصور معاكم، وببقى نفسي اطلع لكم، ببقى عايزه كده، عندي باور كده، عايزه زي ما انا قاعده كده، عايزه اخترع فيديوهات وانا قاعده، عشان حبايب قلبي يعملوا لي لايك، اللي بيتفرجوا عليا ينسوني في اللايك، يتفرجوا ويطلعوا كده من غير ما يعملوا لي لايك. ينفع؟ ينفع؟ حبايب قلبي ما تنسوش تعملوا لي لايك. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده انا متبلاه التتبيله الحلوه دي، هرصه رص كده. طبعا من عشاق السمك البيت بتاعنا، البيت بتاعنا دوت يوميا عنده سمك.
من كتر ما بيحب السمك احنا زهقنا من السمك، هو بيحبه زهقنا فيه. طبعا عندي هنا الاستوك بتاعي ما كفاش، فانا الحبه التانيين دول هعملهم في صينيه تانية وهصور معاكم دي. بصوا طبق الخضار ده لوحده عيش، ده لوحده بيتاكل اكل، ده لوحده بصراحه يعني احلى من السمك بكتير، بجد والله احلى من السمك بكتير. يعني انا كنت عماله جايبه كام رغيف كده عيش وقعدت جنبه كده واديتها. تعملي جنبه بقى رز ابيض، تعملي جنبه رز اصفر، تعملي جنبه رز صياديه، مهما تعملي جنبه انا جايبه العيش البلدي وقاعده جنبه وعماله اكل. كده بقى وصلنا كده تمام زي الفل. هرش رشه زيت كده عشان يبقى طعمه حلو كده، ويبقى برضو فيه تكه زيت الخضار بتاعنا، لان السمك دوت بتاعنا مش دسم، فمش هينزل لنا نسبه دهون، فهنديها رشه صغيره كده يدينا لمعه من فوق، وفي نفس الوقت من تحت كده يخليه يتشرف في السمك. لو وصلتي لغايه هنا حبيبه قلبي بقى ما تستخسريش فيا الاشتراك واللايك. خلصت معانا، مش قلتلك مش هتاخد 5 دقايق؟ انا هنا حبيت اظبط الشكل معاكم اكتر، حبيت اعملها الروس من هنا ومن هنا بحيث اللي يبقى شكلها احلى في الصينيه يعني، بزينها يعني بغريكوا يعني بمنظر يعني. يلا بقى، ايه رايكم بقى في الحلاوه والجمال ده؟ اهي خدت معانا وقت؟ ما خدتش معانا اي وقت، ما خدتش معانا دقيقتين. انا قلت لكم 5 دقايق، لا هي ما خدتش دقيقتين. هتتحط في الفرن بعد كده هتطلع وبألف هنا وشفا، هتاكلي منها هتنسي نفسك. بصراحة كان غدا النهاردة تحفة تحفة تحفة. يا رب تجربوه، يا رب يعجبكم، ويا رب وانتوا بتجربيه كده وتلاقي تفتكريني وانتوا بتتغدي كده وتديلي دعوة حلوة وتقولي تسلم ايدك. هحطها في الفرن بقى وارجع لكم عشان اوريكم بعد ما استوت بقى شكلها عامل ازاي. بقت حاجة تانية. انا هنا مش قادرة اقاوم بصراحة يعني، هي وفي الفرن لميت عيالي وقلت يلا بينا نتغدى. لو وصلت لغاية هنا بقى ما تستخسريش في اختك اللايك والاشتراك وكومنت حلو، وباي باي يا حبايب قلبي.